تعالوا وياي خلينا نسوي أطيب آيس كريم بالفراولة. تقدرون تجيبون الفراولة فريش وتجمدوها. أنا جبت كيس الفراولة المجمد من الأسواق. خليت كوبين من الفراولة وكوب من الحليب المكثف المحلى. بعدين جبت الكريمة الجاهزة من نون يكون بيها ظرفين. خليت ظرف واحد وخليت ملعقة كوب فانيلا. بعدين راح أسويها بالخلاط كل الزين إلى أن تختلط المكونات مع بعضها البعض. طلعتها وخليتها بالبايركس وأخليها بالمجمدة من 6 إلى 8 ساعات، ويفضل تخلوها ليلة كاملة. بعدين نطلعها ونصب وألف عافية. وزينتها بهذا الصوص بالتوت. جبت هذه السبرينكلز الصغار وخليت فوقها وصار شكلها ولا أحلى، وطلعت كلش طيبة. لا تنسون تشتركون بالقناة وتسوون لايك للفيديو وتفعلون الجرس حتى توصلكم وصفاتي أول بأول.